عندما ندرك رحمة الله تعالى وأن خلق الكون بصورة دقيقة ومنظمة هو من حكمته تعالى، فإننا ندرك بأنه لم يخلقنا عبثا، ولا بد من أن يهدينا إلى الطريق، هذا الطريق المستقيم، الطريق الصحيح، الطريق الذي عرفناه من خلال إرسال الرسل. ولو لم يكن لدينا العقل لما أدركنا أهمية الرسل والشرائع السماوية. وبمثل الأدلة العقلية ندرك بأن الله تعالى لا يمكن أن يترك الأمة تعيش بدون ربان لمدة تربو على 1400 سنة. هذا الربان الذي يدلها على طريق الخير ويهديها إلى الطريق المستقيم. فإن قلنا بأن القرآن الكريم هو ربان الأمة كما يقول القرآنيون، فإن القرآن تم الاختلاف على تفسيره وتأويله. فالحاكم الظالم يفسر آيات الله، يفسر آيات القرآن الكريم بما يخدم ظلمه وغطرسته. المتطرف يفسر آيات القرآن الكريم بما يخدم تطرفه ويسمح له بقتل الناس على الهوية. العلماني يفسر آيات الله بما يخدم علمانيته. الفرق الإسلامية تفسر القرآن بما يخدم أهدافها. إذن كيف يكون القرآن لوحده الكريم هو الربان؟ القرآن يحتاج إلى من يبلغه ويطبقه بصورة صحيحة ليكون هو المصداق العملي له. وهذا هو الذي نقول بأنه الدليل العقلي على وجوب وجود الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله.